السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حاج سهير؟ عاملة ايه؟ حلوة خالص. وحشتينا الحمد والله العظيم، لله وحشتينا. والحمد لله. واي دكتور يتكلم عنك اي كلمة مش في محلك. يا سلام. بس كده أصيلة. والله يثبتها عليا كده. هم صحيح مش قابل انا ما اجي، وهم مش بيحبوكش. الله. بس انت والله انا عارفة والله. لا كل دكاترة السريع عندنا بيتكلموا مع المرضى، خدت بالك؟ وانا عارفة ان هم بيتكلموا بيقول لك هو مش بيعرف حاجه، وايه اللي انتوا عاملين له ده، واللي انتوا مش عارف. هو ماشي؟ ظن بس كده انا برد اعتبارك اهو، وبقول لك والله بقى انت دكتور كويس جدا، واحنا لما بنسيبك بنخيب صراحه. بس كده وطمنهم كده. هطمنهم. عايز ادي كده فكره طبيه عن حاله الحاجه سهير. الحاجه سهير عندها حاجه و60 سنه، وعندها سكر وضغط بقاله اكتر من 20 سنه، وبتتابع معايا بقالها اكتر من 5 6 سنين، والدنيا ماشيه كويس، وسكرها مظبوط، ضغطها مظبوط. جت اهملت في الفتره الاخيره حوالي سنه ونص، والنبي يا بنتي المره الجايه اعملي لي في الاستشاره تحليل سكر. حاضر يا دكتور. المره اللي بعدها طب تحليل كلى. حاضر يا دكتور. المره اللي بعدها. وعدت سنه واحنا مش عارفين السكر كام. طب هحلله المره الجايه. طب استنى، طب اجيب التحليل. فعلي السكر قوي، ووظائف الكلى كانت عاليه وهي مش داريه بيها. في ضمن الحاجات اللي حصلت انها كانت بتاخد دواء يهدي دقات القلب. والعلماء قالوا انك لما تدي عيان دواء يهدي دقات القلب عد القلب بعدها عشان تشوفها هديت ولا لا. وكان المفروض نتقابل مره تانية، هي كبرت وطنشت ما جيناش، فضربات قلبك بطأت شويه. لما دختي ودخلتي المستشفى. الخطير ان ضربات القلب تهدى وبطل الدواء اللي يهديها وتفضل برضه بطيئه. لكن لو هي بطأت بقت تدق مثلا 30 مره في الدقيقه، ورحت مبطل الدواء قامت رجعت تاني سريعه، خلاص مش مشكله، ما انا ملوش لازمه ان انا اركب لها جهاز بقى. القضيه ان انا ابقى اخد بالي، والنبي لما بادي الدواء تاني اديه بجرعه اقل من الاولانيه، واتابع السكر عشان السكر ما يعلاش، واتابع وظائف الكلى عشان لما الكلى بتبوظ الادويه اللي في الجسم ما بتطردش من الجسم بعد ما بيخلص مفعولها، فبتتراكم في الجسم. فلو الدواء بيبطئ القلب 5 نمر يبطئ 20 نمر. فهمتي قصدي ايه؟ وده اللي هنعمله. هنظبط السكر، هنظبط الكوليسترول، هنظبط الكرياتينين ونقلل الادويه اللي بتمنع الكرياتين، هنظبط الادويه اللي بتظبط ضغط القلب، لان لما بطلنا ادويه دقات القلب قلبك رجع بقى اسرع من زياده. دلوقتي بيدق 100 في الدقيقه، هنرجع نهديه بهدوء. هنظبط لك ادويتك وترجعي زي طول ما احنا 5 سنين ما بتنهجيش وكنت ماشيه فل. والحمد لله. صح؟ والله والحمد لله. ماشي. والله الحمد لله يا دكتور. بجد انا بعد ما استردت صحتي انا جيت لك اهو. انا جيت لك اهو. طيب. مش عشان خاطر برضو دي 5 سنة. 5 سنين معاك. مبسوطة فيهم؟ والحمد لله والله. الحمد لله. ما كناش بنشتكي. ربنا يكرمك. ولا كان جنبي وجعني عمري. والله. تمام. الا بقى بعد ما خدت الادويه اللي انا خدتها بتاعتنا بتوع بنها. تمام. من دكاترة بتوع بنها؟ العلاج اللي انت هتشوفه دلوقتي اللي انا جايباه. يعني العلاج بتاعي كان مريح اكتر؟ رايح. انا رجعت لك من يوم الاربعاء. العلاج ده انا رميته من يوم الاربعاء. ليه يعني كان مضايقك؟ ما حسيتش ان انا واخداك اي حاجه خالص، وبيوقف قلبي والحته دي راسخه عليا وجنبتي وجعتني. ما كانش جنبتي بتوجعني. انا عندي شويه حصوات صحيح، لكن كنت بطلعهم بقلب حاجات فورات حاجات زي كده، وبتنزل كل سنه واحده. تمام. ما بقولش حاجه، وصغننين قد كده. تمام. لكن ما فيش حاجه كانت بتوجعني. تمام. بس النهجان بقى بتاع القلب رجع تاني. انا بس كل اللي انا قمت بيه ان انا قمت لقيت نفسي بتآية ويعني معدتي قلب عليها، والقلب اشتغل. عارفه ده بسبب ايه؟ السكر كان عادي. بسبب ارتفاع السكر. كان 550. مطنشه انت السكر ليكي سنه. ايوه. ولا تعرفي فيه يا دكتور انا ما طنشتوش، بس حصل لي ظروف يكفيك الشر والسوء ده اللي خلاه رفعني. انا جيت لك كتير. ظروف نفسيه يعني وبتاع كده. ما كانش فيه انت عارف. كانش بيبقى عالي كده انت تقصدي؟ انا ما انت عارف، وحللت لي عندك حاجه تقصدي يعني زعلتك فعلت سكر يعني عايز تقولي كده؟ حاجت على الحاجه هناك بس كده ما فيش خير. اللهم المستعان. بس كده هي ديت اللي تعبتني. وبعدين دي اثرت عندي لاني انا لما عندك الحاله دي جاتني، فبقيت خلاص ضغطت على قلبي بقى. تمام. بقيت بقى الفجر يعني مع نفسي، مش بنفجر في اللي قدامي. هو نفس ابو المريض، ابو الدكتور اللي كان بيعالجني، الراجل الكبير، قال لك انت بتتكسي على نفسك زياده عن اللازم، القلب يعني حملتيه اكتر من طاقه. ماشي. وقالوا لي في العنايه ان انت كويسه، وسمحت حطوا لي جهاز كده على جنبي كده. طب ده بتاع ايه؟ قالوا ده بتاع ان هو بيشيف القلب بقى 24 ساعه. جم صبح تاني يوم قالوا لبناتي
ان لا ده احنا عايزين لها حاجه نفتحها كده ونحط ايه تحكي لك بيس ميكر، جهاز لتنظيم مدام ضربات غادة. القلب لما كانت ضربات القلب بطيئه، بس هي دلوقتي الحمد لله رجعت تاني الحمد لله يا سريعه، أخي والله. فقالوا لك ومن مش يوم لازم ما الجهاز خدت ده. العلاج بتاعك وارتحت انا بالظبط، بمجرد ما بطلنا الدواء وضربات القلب سرعت تغير الرأي من ان احنا بدل ما هنركب بيس ميكر او بيرمننت بيس ميكر هنركب هنكمل على الدواء، بس لسه هنعمل لك هولتر بقى ونشوف ضربات قلبك بتبطأ او بتسرع على مدار اليوم، وبناء عليه نقرر هنعمل بيس ميكر ولا لا. ان شاء الله باذن الله الموضوع بسيط. تحياتي ليك يا حاجه سهير. ماشي، الله يخليك يا دكتور. ماشي يا أمي. وربنا يصلح بين ايديك يا رب. انا بقى كل ده عاوز منك الدعوه الحلوه. يا ربنا يصلح بين ايديك. شكرا يا حاجه سهير، ربنا لاني مش يكرمك. بقولها لك وجاهه، والله انت ابن حلال وكويس. الله يخليك وانا يا قايله حبيبي. لبناتي كده ودوني لما استردت صحتي، انا ما كنتش بمشي، بس عندي الرجل اليمين دي حتى انا قلت لهم عليها هناك ان بتورم وبتنمل، مش سهلة مش سهلة. مش حاسه بيها. هنشوفها غالبا دي من السكر. قالوا ده يمكن من النومه ان انت نايماه او من السكر، ممكن التهاب اعصاب من السكر. هنظبط ده سوا مع بعضينا ونتقابل تاني بس بانتظام، ونحلل بانتظام بقى بطلنا شيش. ماشي خلاص يا اميره، ضروري نتقابل بانتظام. تحياتي ليكم. سلام يا اميره، في امان الله. مع السلامه يا حبيبتي.